جدتي دايما كانت تخلص فنجان القهوة بتاعها وتقولي اوعي تغسلي الكوباية، سيبيها. الكوباية دي فيها سر نضارة بشرتي. بقول لها ازاي؟ الكوباية دي خلاص المفروض تتغسل. تقولي لا، سيبي اخر شوية في القهوة، هقولك على سر خطير هو اللي مخلي بشرتي ما يبانش خالص عليها السن، وكمان ما عنديش ولا هالات سودا ولا اسمرار ولا تصبغات. فسألتها ايه اللي عملتيه؟ قالت لي بقلب فنجان القهوة على وشه، وبروح منزله كل طفل القهوه، واحط عليه معلقه من الدقيق، وكمان اخلطه كويس جدا مع القهوه، وافكهم بشويه ميه صغيرين، وافردهم على بشرتي لمده بالظبط 20 دقيقة أو 15 دقيقة. وبعد كده بروح اغسل بشرتي كويس جدا جدا جدا، بس قبل ما اغسلها لازم افركها بحركات دائرية عشان يبان فعلا ان الماسك خلاص شال كل الجلد الميت، شال الرؤوس السوداء والبيضة، شال كل الاسمرار والغمقان، كل حاجة مضايقاني في بشرتي، وشال بجد كل التصبغات والرؤوس السوداء والبيضة، وعالج معايا الهالات السوداء والاسمرار حوالين الفم. ده غير كمان بيديكي نضارة لبشرتك وبيخلي بشرتك مشدودة، ما فيهاش اي كلف ولا اي ترهلات، بالعكس الماسك ده نتائجه خطيرة. زي ما انتي شايفة عملت الخليط كده ان هو يبقى يعني سهل الفرد على البشرة، وبفرده بالشكل ده لمدة 20 دقيقة بالظبط. اول ما يبدأ يمسك في ايدك بالشكل ده، تفركيه كويس جدا، افركي فروكي فروكي لحد لما ينزل على يعني ينزل كده زي الجلد الميت منك، وبينزل كده بكل سهولة. هوريكي المنظر دلوقتي لما بتفركي، بصي بيطلع كده، اللي بيطلع ده من الايد هو بيطلع بالجلد الميت. يعني حتى هتلاحظي ان انت ايدك لما حطيتي الماسك وبعد ما حطيتيه وبدأتي تفركي افتح بكتير جدا، وده لانه بجد بيفرك معاك كل الجلد الميت، كل التصبغات اللي موجودة، الكلف، اي حاجة موجودة على بشرتك بتتشال بكل سهولة. وعلى الوش كمان بيشيل معاكي اثار الحبوب واي جلد ميت على بشرتك، كمان الرؤوس السوداء والبيضة. بجد من الماسكات الوهمية. اشربي فنجان القهوة بتاعتك، وبعد كده اقلبيها على وشها، وفي الطبق روحي حطي معلقة من الدقيق او الطحين وشوية مية، وبكده بتبقى فعلا 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 سر نضارة بشرتك في كوباية قهوتك. حاجة كده وهمية. مش عايزة اقولك انه من اسهل الماسكات والوصفات الطبيعية. اهم حاجة لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تحطي لي لايك وتشيري الفيديو لكل اصحابك، وتشتركي معانا في القناة عشان توصلك كل الوصفات الجديدة اللي بنزلها. واستني شوفي النتيجة الفورية في اخر الفيديو، نتيجة التفتيح. انت شايفة المنظر؟ انا ايدي فعلا بقيت افتح وكمان موردة بسبب الماسك. يعني انا بجد ايدي اليومين دول فيها غمقان شديد، الماسك عالج كل ده.